خلاص. التفاوض والكلام بقى خدت وقت طويل. انا كنت باخد في السعوديه كذا، انا كنت باخد قبل ما اسافر كذا. لا والله اللعيبه خالص يا كابتن، يمكن احنا يا كابتن يوسف هو عارف رغبه شريف ايه. هو كان عارف ان انا جاي مش جاي اتكلم في فلوس فعلا يا شريف. والله يا كابتن، هو عارف ان انا مش جاي اتكلم في فلوس انت خالص. بتعيد تطبيق مقوله الجنيه ب 10 ايوه دي حقيقه. ما انا خد بالك يا كابتن، كان ممكن لو انا باصص للفلوس كان ممكن امضي في اي حته من بدري جدا يعني. ليه هستنى كل ده يعني؟ كان ممكن ان انا اخلص في حته من بدري، من شهر، من اسبوعين. انا يا كابتن انا فري من شهر 2 مثلا، من اخر واحد. كل الفتره دي من حقك تمضي يعني، بس انت لعبت ماتشات كتير في الدوري السعودي. من حق امضي، بس انا طبعا كنت بلعب هناك وكده، فمش ما كانش تفكيري ان انا امضي في حته غير لما اخلص غير لما اخلص الدوري. انا خلصت دوري اخر 5 هناك. كان عندي طبعا حاجات كتير، وكان عندي وجالي حاجات واحنا بنلعب هناك في السعوديه. لا جالي عروض واحنا لسه الدوري شغال قصدي. اوكي. السعوديه يا كابتن ما فيش عروض بتطلع دلوقتي غير لما كل فرقه تعرف الدعم بتاعها هيخش لها ايه والكلام. ايوه صح، دعم الوزاره. دايما السعوديه دايما يعني في الموضوع ده متاخر شويه، لان الفرقه ما بتعرفش الميزانيه حسب الدعم اللي بيجي لها، حسب الميزانيه. مش هيروح يجيب مثلا لعيب بجنيه وممكن لعيب تاني ممكن بنص جنيه، فهو مش معاه الجنيه ده اصلا. هناك الدوله يا جماعه في السعوديه هي محدده الانديه فئات، فكل نادي بياخد دعم. ما زالت المملكه العربيه السعوديه هي عامله الرياضه وكره القدم كمشروع، وبالتالي بتدعم الانديه وطبقا بقى يعني زي بيسموه كده عندنا هنا كل برغوت على قد دمه. فالهلال ليه رقم، الشباب ليه رقم، الاهلي ليه رقم، حسب الترتيب كمان يا كابتن. الترتيب بيفرق. نعم. ترتيب كل فرقه والتاني غير يعني مثلا العاشر مش بياخد زي التاسع. والصاعد بيدوا له مبالغ كبيره عشان يعرف. والصاعد نفس الكلام. وبعدين يا كابتن اللي يقول لك انا عندي حاجه من السعوديه ده لسه ما فيش لعيب راح انتقل في السعوديه غير مثلا لعيب ولا حاجه. فهم الدنيا لسه ما فتحتش، بتفتح اعتقد على نص الشهر يعني. تركت انت النادي